شخشوخة ولا شخشوخة مسيلية، طبق عريق من الشرق الجزائري. اكيد راح تكون شخشوخه حاره، راح نديروها على اصولها ولا على قانيها كما نقولوا احنا ناس الجزائر. كنت درت معكم زوج انواع من الشخشوخه العاديه تاعنا مع شخشوخه بالهرمس، واليوم ان شاء الله جيت ندير معكم هاد الشخشوخه المسيديه والبنينه والمحرحره كما يحب الخاطر، سورتو دافيه في هذا البرد. وعلى هذا واش راح نحوسوا هاد الايامات. المهم انا كنت درتها من قبل سانسامون باش نكون للامانه معكم، درتها من قبل وحطيتها في فيسبوك يعني النتيجه ديالها، ولكن حتى اليوم باش جيت ندير مونتاج معاكم. ولكن مازال وقتها تقدروا يعني ديروها وتستغلوها سورتو في الويكاند، ولا يعني تفرحوا العائله في كما نقولوا نهايه الاسبوع، سورتو كي تكون العائله ملمومه كما يقولوا. كما كنتوا تشوفوا انا حكمت بالدقيق، ما نكذبش، شويه من يعني لي مارك اللي استعملتهم ما مش كيف على بها خفت الدقيق هذاك وما نعرفوش مليح. دونك الدقيق باش تكونوا متاكدين منه كي يكون ماركه موالفين بها على كل حال هكذاك، ويقدروا يبدلوها هكا شاك فوا يتبدل. المهم يكون صفر، يكون فيه العلك اكثر كي يكون صفر. كي تشوفوا لا كولور شويه بلو كلير تخافوها، ما تخافوا ما يكونش العلك وهكذاك ومن بعد تقطع معكم العجينه. على بها انا حكمت كما نقولوا كميه مليحه تاع الدقيق، وزدت لها حوالي ثلث او اقل من الفارينه، من غير فصيله تاع الملح، مع تكون معمره مليحه هذيك الملح باش ما يجيكمش صامته. ذوبوها بشويه تاع الماء ومن بعد تلموا العجينه تاعكم، تلموها كما يقولوا شاده روحها، تعجنوها غير شويه كحد قسمه نقولوا مازالها شاده روحها بصح تطرى معاكم فوالا، وتحبسوا. لازم تقعد مع الاول ما تطروهاش بزاف كيما راكم تشوف معايا في لا فيديو. نعجنها شويه 2 دقائق حتى 3 دقائق ونخليها ترتاح. هي قد ما ترتاح مليحه بصح اقل شيء خلوها ترتاح من ساعه لو طون اللي ديروا التقليه تاعكم ولا فوالا، ولا تتبلوا توجدوا تتبيله كيما راح نوجد هنا في الشخشوخه هذه. راح نستعمل كميه من الغنمي، استعمل اللحم تاع الجيكو مع شويه تاع الدجاج ومع الشحمه. سورتو لازم تكون عندكم شحمه راح تبننوا بها الشخشوخه هذه. استعملت ثاني حوالي 5 حتى 6 سنات تاع الثوم، حوالي 2 حبات بصل مدور مع 2 حبات بصل اخضر يعني طويل كما يقولوا، مع 5 حبات طماطم هكذاك، والقرن تاع الحار ولا 2 قرون كما تحبوا. المهم تجيكم محرحره. لازم نقطعوا هذيك حبات بصل مكعبات. الطماطم تاعنا كنت نحيت لها زريعه وسكرفشتها بيان سور، سكرفجوها كما يقولوا ناعمه هكا رقيقه. ونبداو في التتبيله تاعنا هما في الاعراس ولا يديروا اللحم وحده والدجاج وحده اكيد. كما انا حنطيب غير لداري ولولادي، دونك درت على خضره. نتبلوا بالملح، فلفل اسود، قزبر بزياده، عكري، واذا متوفر عندكم راس الحانوت وهو سر يعني والبنه تاع هذه التتبيله اكيد. كما قلت لكم اكدوا لي على راس الحانوت والقزبر فوالا. نديروا كميه من هذيك الثوم ونديروا الهريسه باش تكون محرحره، وكميه من الطماطم اللي كنا سكرفجناها ولا رابيناها فوالا. دونك نحطوا هذه التتبيله، يعني حطوا الدجاج هذا واللحم يشربوا تتبيله اقل شيء 20 مينوت ولا نقولوا 20 دقيقه ولا في الثلاجه. الى عندكم الوقت اكثر خير وخير، اذا تقدروا ديروها وتبيتوها هاد التتبيله احسن واحسن فوالا، وتكون التتبيله تاعنا يعني واجده باش من بعد نكملوا طيابنا. هكا وليت العجينه تاعي، يعني شوفوا كيفاش طرات معاكم، يعني سورتو تحطوها دون ساشي ولا بسيلوفان ولا، ونجيو نكملوا بالمدافي اكيد توجور المدافي باش تعجنوا هكا بالدبزه ولا باي طريقه حبيتوها. سورتو صغارات اعجنوا كيما الطريقه اللي توالمكم، المهم تعجنوها بالطبع وتخرجوا كاع تعبكم فيها فوالا. عبكم والله العجين نحيكم على خاطركم يعني ما تعجزوش فوالا. نقعد نعجن فيها وندخل هذاك الماء. بون هما ما يرطبوهاش كيما حنا الشخشوخه العاديه تاعنا تجي هكا كي المسمن تتحل بزاف، ولا ما هي كيما يقولوا يحلوها يرطبوها يعني ما تكونش فريمون متلوقه فوالا. هذا واش حبيت نقول لكم انا، ولا غدرتها على طريقه تاعي ما نكذبش عليكم. كملت كيما نقولوا دخلت لها الماء حتى ولات خفيفه فريمون تترتق فوالا. غير تحسوها تترتق تحبسوا الماء تاعكم، سينو ديروا اقل كيما يقولوا. شوفوا نتوما المهم تكون شخشوخه خفيفه ماشي خشينه اللي راح ولا تحسوها ثقيله هكذايا كي تجوا تاكلوا
خليتها ترتاح تاني في المام بابي سيلوفان. جيت ندير التقليه معكم. دونك درت 2 مغارف كبار زيت نباتي، شويه تاع السمن، ونحطوا هذيك التتبيله العزيزه. قلت لكم انا ما درتش راس الحانوت، ما بيش قلت لكم من قبل. المهم راس الحانوت ما كاش متوفر عندي، دونك درت غير القزبر. ويعني صدقوني كي يزيدوا راس الحانوت حتجيكم ابن وابن. حنا جاتنا بنينه، بصح على بالي براس الحانوت تكون ابن وابن. كما كنتوا تشوفون نحط هذاك اللحم والدجاج المتبل، نزيدوا الكميه تاع الثوم اللي قعدت لنا، ونحطوا كميه تاع البصل يعني كميه قريب كامل. خليت غير شويه للتزيين، البصل هذاك الاحمر والبصل الاخضر. يعني السر تاع البنه تاع هذه الوصفه هو البصل والطماطيش بالزياده. دونك نحطوا كيف البصل كيما كنتوا تشوفوا وهي على نار هادئه، نحطوا طماطم من الفوق. جيت انا كيما نقولوا نكهت برك هذيك الطماطم بشويه ملح، شويه فلفل اسود وقزبر، ولا كميه قليله باسكو رانا درنا ديجا في التتبيله. ونخليها على نار هادئه ونغطي عليها برك، ما نغلقش لاكوكوت. هكا نجيت نفاصوني معكم هذيك العجينه بعد ما زادت ارتاحت هكا بشويه تاع الزيت. نديروا لي بول تاعنا، نوجدوهم ونغطوهم باش ما يديرولناش القشره هذيك. نخلوهم يرتاحوا غير شويه هكا حتى 10 دقائق ونبدا نطيب فيهم. هكا وليت التقليه تاعي بعد ما خدت حقها من التقليه فريمون هذاك الدجاج ولع. وجيت مرقت بالماء سخون. تمرقوا اسي، لازم لها المرقه هذه تشخشوها بيسك راح نشمخوها لداخل من بعد. دونك زدت شويه تاع الملح باش هكذا المرقه ما تجيناش صامطه. نحركوها شويه ونغلقوا لا كوكوت. نخليها هكذا حوالي 25 دقيقه نقولوا، ولا ميم با، حسب النار تاعكم الكوكوط تاعكم. انا ما نعليلهاش بزاف، نحبها يعني متوسطه باش هذيك المرقه تجيكم على قانيها، ما تجيكمش كيفاش يقولوا ما تخلطش. فوالا. وهكا نجو نفاصوني بشويه كميه قليله تاع الزيت، ما تكثروش الزيت مش كيما المسمن ولا المحاجب. هكذا كان ميم في المحاجب والمسمن ما نكثرش الزيت. كاش ان شاء الله ندير معكم المسمن ما درتوش معكم. المهم نحلو هذيك العجينه كما قلت لكم، ما نحلوهاش كيما المسمن فريمون حلان بزاف، غير هكذا كميه كيما نقول بطريقه غير خفيفه. وهنا في هذا الفيديو ما كنتش حابه عبكم يديا بالزيت، وكنت شويه مزروبه عيتو، كنت حابه نرفد التريبود نوريكم كيفاش طيبتها. المهم انا جبت لكم لقطات متخشوخه اللي كنت درتها معكم ديجا في لي فيديو سابقين، ووريت لكم كيفاش نطيبها يعني الطريقه تاعي نفس الشيء. وشنو في لا فيديو يعني اللي سابقين اللي حنوريها لكم دوكا شويه تشوفوها في لا فيديو هذه، يعني طيبوا وحده فوق وحده. بصح انا هذه تاع التشخشوخه المسيليه طيبتها وحده بوحده، يعني وحده كل وحده وحدها. انا كنت نوريكم هكا بليزيور يعني الورقات اللي كنت نخدمهم. وهنايا راكم تشوفوا لا فيديو تاع التشخشوخه اللي كانت راهي في القناه ديجا. فوالا. في هذه التشخشوخه تاعنا العاديه نطيبوها يعني حتى 7 8 ورقات هذه فوق هذه. وريت لكم بالمناسبه التشخشوخه اللي كنت درتها معكم، تقدروا تروحوا تشوفوا لا فيديو اللي ما شافهاش. التشخشوخه يعني ما شاء الله درتها رويال كما يقولوا، درتها بمناسبه المولد النبوي الشريف. وقتاش كنت نحتفل ديجا بالمولد، وهذا العام بدلت رايي، والله اعلم بالك العام الجاي نزيد نبدل رايي على حسب القناعه تاعي. كل واحد واش يفتينا ولا غير حيروني سامة. المهم المرقه تاعي اكو شفتوا كيفاش طابت هايله. انا كنت نحيت منها كميه، لازم تنحوا كميه هكذا باش تكون عينكم هي ميزانكم، باش ما تحصلوش، باش التخشوخه تاعكم ولا نشفت راح تزيدوا تسقوها من بعد. ودايوغ في لا بريزونطاسيون راح تزيدوا تسقوها اكيد. دونك نعاودو نغلوها بيان سور كي تبدا تغلي، كي تكون هكذا التخشوخه تاعكم فريشكا هذا وين طيبتوها مش حطول معاكم، حطوها لداخل وشعلوا لها على نار قولوا هاديه حتى المتوسطه. خلوها هكا تشرب النكهات وتاخذ من المرقه هذيك وتكون واجده معنا. فوالا. هكذا التخشوخه المسيليه ياكلوها بشمخه بالمرقه. شوفوا هذيك المرقه الله الله جات بنينه حق تاع ربي ما شاء الله. يعني كامل انواع التخشوخه اللي سيتهم بزاف بنان صدقوني. هكذا نزينو بهذوك اطراف اللحم الدجاج اللي كنت حمصتهم يعني بشويه الزبده في الفوق، حمرتهم بليتو وزينت بشويه تاع كما يقولوا البصل الاخضر والاحمر وشويه تاع الحشيش.
هو الطبق تاعي تاع اليوم. زدت يعني درت له حبيبات تاع الحار مقليين، تقدروا ما ديروا الحار خضر مقطع هكاك. المهم جا طبق محرحر بنين كيما يحب الخاطر. نقول لكم انا بون ابيتي، شهيه طيبه. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الطبق على طريقتي. نتمنى تشجعوني بالتعليقات الايجابيه تاعكم، ولا معليش ديروا تعليقات سلبيه ما عنديش مشكل. المهم حنا نطوروا بكم فوالا، وباللايكاتكم واشتراكاتكم وتفعيل الجرس. ابقوا على خير خوتي، تهلاو في روحتكم، تلاقاو في وصفات واحده اخرى ان شاء الله.